وانا معدي على سوق الحي العاشر في مدينة نصر لقيت العربية دي. نزلت عشان اشوف اجمل طفل شفته في حياتي. الطفل ده راجل ابن راجل، واقف في عز البرد بيعمل وافل للناس بشياكة وجمال ونظافة، عشان عنده هدف وحلم، مش واقف بس عشان فلوس. لا، لما تسمعوا حكايته هتعرفوا قد ايه الولد ده مختلف عن كل الولاد اللي زيه. ده المصري اللي من صغره شقيان عشان اللقمة الحلال. يا ريت تقولوا له كلمة حلوة في التعليقات، وتدعوا له دعوة حلوة، وما تنسوش تدعوا لي انا كمان دعوة حلوة. يلا نتعرف على اجمل طفل في مصر كلها. اوعوا تنسوا ان الشقيان دايما كسبان، والقرش الحلال ممكن يتعب ظهرك بس عمره ابدا ما يكسر عينك. حبيبي يا يوسف، حبيبي عامل ايه؟ حلو اخبارك ايه؟ حلو. قول لي بقى انت الاول اسمك، يعرف الناس بس باسمك. انا عارف اسمك بس الناس انا تعرفك. اسمي يوسف اسحاق وعايش في تبت. عايش في التبة هنا في مدينة نصر صح؟ حصل. قول لي احنا العربية بتاعتك دي الاول واقفة فين؟ العاشر. في الحي العاشر عند سوق العاشر على طول، يعني سوق العاشر هنا والبياعين الجدعين كلها جنبنا، ويوسف واقف معاهم هنا. حصل. قول لي جات لك الفكرة ازاي بقى يا يوسف؟ اول حاجه عمي فتح، بعد كده عمي تاني عمك فتح الاول المشروع. حلو. بعد كده هنا عمي ولا في تاني- مكان تاني؟ مكان تاني حلو. الزهرات. بعد كده عمي التاني فتح. تمام. انا فتحت. حلو قوي. يعني انت شجعوك عمامك ان هم فتحوا؟ بس فأنت هو قلت تعمل محدش زيهم. قال لي ان انت تفتح، لا واكتب في دماغي اعمل زيهم. طب ولما قلت لبابا وماما بقى على الفكرة دي قالوا لك ايه؟ براحتك. قال لك براحتك. شجعوك ولا لا؟ عادي يعني مين اللي دفع حق الحاجة دي؟ انا يا راجل. ده كنت الاول كنت بشتغل في فرن عيش، كنت بجمع فلوس بجد. جبت الحاجات دي كلها. يعني انت قعدت تحوش لحد ما عملت العربية دي؟ بجد والله؟ والله انت في سنة كام اصلا؟ انا خمسة ابتدائي. ما شاء الله عليك. ده انا فكرتك اكبر من كده يا راجل. لا، قول لي بقى انت بتعمل ايه اصلا؟ انا بعمل وافل، يبقى قرص كده مدور زي كده وبيتحط عليه شوكولاته. بكام القرص ده؟ ب 20. ب 20 جنيه. والاطعم اللي انت بتعملها بقى؟ زي الشوكولاته ووايت شوكليت ولوتس، في صوصات شوكولاته حلو. توت ازرق وكراميل. حاجاتك كلها حلوه والله يا يوسف. ما شاء الله عليك. ناس كتير بتشتري منك يا يوسف، بتشجعك؟ في ناس بتشجعني. هي لزقت ولا ايه؟ لا والله. هتفك دلوقتي. انت بقى ايه اللي خلاك اصلا تفكر ان انت تشتغل اساسا؟ عادي، ما انا قلت في ايام الاجازه بقعد زهقان، ولو نزلت الشارع هتخانق. يعني انت قلت انزل اشتغل احسن. بصوا الشكل عامل ازاي؟ بصوا كده شكلها ما شاء الله يا يوسف. مين اللي بيعمل عجينه؟ انا وبابا في البيت. يا راجل. ده انت ما شاء الله يا يوسف، انت لسه صغير على الموضوع ده. يعني انت حبيت الوافل اصلا؟ يعني انت بتعمل العجينه انت وبابا في البيت؟ وبتنزل تقف من الساعه كام هنا؟ يعني بص 5. ممكن لو نزلت بدل 4:30. طب بتعمل في الدراسه؟ لا دراسة، لو عندي امتحانات بذاكر وباخد دروس كتير قوي. لو عندي امتحانات بخلي بابا هو اللي يجي يقف، بعد كده انا اروح الامتحانات. وانت في الايام اللي ما فيهاش امتحانات بتيجي بعد ما تخلص المدرسه؟ انت في مدرسه ايه؟ محمد متولي الشعراوي. محمد متولي الشعراوي. دي فين دي؟ هنا في مدينه نصر؟ السيارات. وهي قريب من هنا يعني؟ شاطر ولا لا؟ شاطر. يعني في سنه رابعه جبت قد ايه؟ في سنه رابعه الصعبه دي صح؟ هيقول لك هو احنا جبنا الوان، كانت انجليزي اخضر. كان في المهارات اخضر. ايوه. وايه تاني؟ مش فاكر. اخضر ده يعني كويس؟ اخضر يعني جيد جدا. جيد. الازرق اللي هو احلى اكتر حاجه. المهم عديت من سنه رابعه انت؟ عديت. سنه رابعه كانت صعبه قوي؟ لا كانت سهله. كانت سهله والله؟ طب كويس. ب 20. قول يلا قول. 20. القرص ده ب 20. كل ده 20؟ في نص صح؟ نص. في نص ب 10. ب 10. طب ماشي فيها نص. ايوه انت محوشه انت ها؟ هو ليه الفيت؟ قول لي انت ساعات بيجي لك اطفال معهمش فلوس ممكن تديهم ولا؟ بجد والله؟ طب والله شاطر يا يوسف. هو انت نص يعني ما فيش واحده؟ نص واحده. بنص واحده. نص كده. انت عامل دي لمين اصلا؟ ليه؟ كنت عاملها لمين دي؟ كنت عاملها لواحد، الصغير اللي راح يجيب حاجه واحد. يروح يجيب حاجه ويجي. انا بتبيع كويس ولا ممكن ما تبيعش؟
على حسب اليوم، انت وحظك. طب انت لما بعتش ايه اللي بيحصل؟ لا عادي. عادي. اه ربنا بيرزقك تاني يوم ولا ايه؟ اه. طب الحمد لله. كل سنه وانت طيب، انت عيدكوا بقى خلاص اهو. صح؟ ما شاء الله عليك. طب رحت العيد ولا لسه؟ فين بقى، رحت اتفسحت فين؟ فسحتش. يا راجل، امال لما رحت العيد ازاي قلت لي؟ عادي، عيدت في البيت. ما انت بتعيد في الشغل اهو، ما انت فاهم عيد اهو وبتعيد في الشغل. بتحب الشغل يا يوسف؟ طب انت مش لسه صغير انت ان انت تنزل تشتغل، ولا انت حاسس ان الموضوع لا انا مش صغير وانا راجل؟ الولد راجل صح؟ جدع. اه والله. متفوق دراسته. اه جدا والله، في سنة 5 وما شاء الله عليه. يعني انت التحدي ده جواك ان انت عايز تبقى تعمل حاجة وانت صغير وتشتغل، صح؟ بس هو بيدرس بس هو بيجمع. ايوه، ما هو بيقول لي ما شاء الله. ما هو ده قدوة، انت قدوة لكل الشباب اللي زيك. عندي ابن زيي. ربنا يا رب، دلوقتي قاعد على السرير. ربنا يا رب يبارك لك يا رب، ربنا يخلي لك بنتك اهي. والله انت فعلا تقول ايه بقى للولاد اللي زيك؟ بص، انا بقول ان انت ممكن ما تشتغلش، بس انت ممكن تفكر في دماغك وتعمل حاجات احلى من كده. حلو. يعني المفروض يبقى عندك هدف في الحياة، مش كده وخلاص. انت على قديتك كده وخلاص. يعني مش لازم تعتمد على بابا وماما طول حياتك، يعني لازم انت يبقى عندك قرار وتفكر وتشتغل ويبقى عندك بيزنس ليك لوحدك. انت بقى بتحلم تبقى ايه؟ دكتور. دكتور، ما شاء الله، احلى دكتور. طب الشغلانة دي انت بتحلم فيها بحاجة اصلا؟ يعني عايز تكبر المشروع ده؟ ممكن. ممكن يكبر المشروع يبقى محل كبير مثلا؟ ليه لا؟ هتسميه ايه؟ ممكن ايوه، المعلمين، حاجه زي كده. المعلمين. ممكن. والله انت معلم. والله انت معلم. والله العظيم يا يوسف انا مبسوط دي فكرت جدا فيها. جدا اني شفتك جدا. طب انا عايز ادوق منك الوافل ده. حاضر. تعمل لي نص، انا مش هقدر اكمل الكبيره دي. تعمل لي نص كده بالصوصات اللي انت عايزها بقى. ماشي؟ بجد ولد محترم جدا، وبهني والده ووالدته على انه في راجل معاهم في البيت يقدر يعتمد عليه لما يكبر. ده هيبقى راجل بجد. انما رساله لكل الولاد وللشباب بتوع الايام دي اللي بيقول مش لاقي شغل، يتفرج على يوسف كده. يوسف ما شاء الله يبقى دكتور قد الدنيا، ونيجي نكشف عندك. هتبقى الكشف غالي ولا هيبقى حلو؟ لا عادي. هيبقى عادي. يقول لي الكشف هيبقى عادي. ايه رايك في المشروع ده؟ حلو. يعني تشجع يوسف ان الناس تعمل زيه كده والشباب يعملوا زيه؟ ماشي. انت نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ مهندسة زراعية. الله، ده انت محدده المهندسه الزراعيه. ربنا يا رب. السنه كام؟ تانية. ثانيه. اسمك ايه بقى؟ طعم. طه. والله عسل يا طه، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك يا طه يا رب. ايوه يا عم يوسف، وريني بقى، وريني بتاع طه بتعمله ازاي. هجي لك من هنا. حاسس. هتعملها لي بايه؟ بشوكليت؟ ماشي. واتشوك. يلا. زي الفل. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. احلى وافل في مدينه نصر كلها. بسم الله. بصوا عامله ازاي. بص، انا مش من الهدف في الموضوع ان الواحد ينزل ياكل او يدوق وافل وبتاع. الهدف في الموضوع كله ان نلاقي شباب محترم زي شباب ايه ده، يعني انا مش عايز اكبره يعني، بس ولد محترم كده زي يوسف نشجعه ونقول له كلمه حلوه في التعليقات، عشان ده هم دول رجاله المستقبل بتوع مصر اللي هيشيلوا مصر. ده والله العظيم اللي بيشقى ويتعب هو اللي بيكسب. دايما بيقولوا الشقيان كسبان، والقرش الحلال ممكن يتعب ظهرك بس عمره ما يكسر عينك ابدا. ربنا يحميك يا يوسف يا رب دايما. عمي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. تدوم معايا؟ اكيد والله العظيم. بتشجعه ولا لا؟ اكيد طبعا. والله بجد؟ والله. طب انت ده المعلم بتاع السوق بتاع الحاله عشان يطلع. ايوه طبعا. بس عرفني بيه. علي صديق الحي العاشر. ربنا يا رب يوسع عليك. طبعا الفاكهه هنا وجمال الفاكهه عندك وزي الفل. انت لما قال لك اقف قدامك هنا ايه الدنيا؟ شجعته اول واحد، قلت له تعالى اقف. والله بجد؟ والله عشان يعني يعتبر صغير في السن اولا واشتغل وجاب فلوس من جد وجد. ولا ايه رايك انت؟ صلى على النبي. السلام. انت لو عندك ابن قده كده وقال لك اشتغل هتقول له ايه؟ اقول له اشتغل طبعا. صح؟ تشجعه. طبعا. يعني احنا نشجع اي طفل عنده موهبه في اي حاجه، مش لازم يكون بيبيع أكيد طبعاً. ويشتري. ربنا يحميه. لازم نشجعه وننمي موهبته دي. اكيد طبعا. والله انا اتشرفت بيك. الله يخليك. عايز اقول لكم الوافل تحفه، اقسم بالله. تسلم ايدك يا يوسف بجد. ربنا يحفظك لوالدك ووالدتك، ودايما تفضل راجل كده وتعتمد على نفسك. ربنا يحفظك يا حبيبي. حبيبي نشوفك على خير يا عمر.